الاتصال مباشرة بالخبير الاقتصادي السيد أحمد طرطار. أهلا بك سيدي. مرحبا، اهلا وسهلا. إذا سيدي الفاضل، تذبذب في أسعار النفط يقابله النقص في إنتاج المحلي، ومن ذلك أعباء أخرى على الاقتصاد الوطني. إذا ربما كيف تفسر هذا الوضع السائد في الجزائر؟ والله هو وضع لا نحسد عليه بحكم انه لم نستثمر البحبوحه الماليه اللي كانت موجوده سابقا استثمارا جيدا مهم. اولا، وثانيا لم نستقرا توترات الازمه منذ نوفمبر الماضي الى يومنا في هذا، وعليه فنلاحظ باللي برامج الحكومه وتصريحاتها متذبذبه بحكم عدم وجود استراتيجيه متكامله، مهم. اولا لمواجهه ازمه النقص في الموارد الجبائيه، وثانيا للتصرف في الموارد الماليه اللي كانت موجوده خاصه في الصندوق المعروف بصندوق تعديل الواردات. نعم. وهذا ما خلى الحكومه غير مستقره على راي صواب. طيب، كيف يجب أن تتعامل الجزائر مع هذا الوضع في عجالة؟ والله هو اولا لابد للجزائر ان تذهب باتجاه التكتلات الاقتصاديه خاصه مع دول الجوار، مهم. سواء كانت في سياق المغرب العربي او في السياق الافريقي او في السياق الافرو اسيوي او ما شابه ذلك، بحيث انها تستطيع ان تخطو هذه المرحله بنوع من الثبات ونوع من الرويه ونوع من عدم نقدر نقول انعكاسات الازمه العالميه على الدول الكبرى مهم. باتجاه الجزائر. هذا رقم واحد. مهم. ثانيا، ان ترشد من نفقاتها الترشيد الجيد، وليس الترشيد نتاع الكلام الاستهلاكي اللي هو خاص ببعض القطاعات دون قطاعات اخرى. كذلك الاعتراف بوجود مشكله قائمه مهم. لحد الساعه. التصريحات تاع الطاقم الحكومي متذبذبه في هذا المجال. نعم. لا نستشف من خلال تصريحات مثلا الطاقم الحكومي ان هناك ازمه حاده، وهذه الازمه ناتجه عن نقص مواردنا وناتجه عن بالتالي نضوب مواردنا الماليه بشكل او باخر. طيب، في هذه الحالة هل ستعود الجزائر إلى المديونية إن استمر الوضع على حاله، خصيصا وأن الجزائر هناك تراجع أو أزمة نفطية تفرض نفسها اليوم في السوق؟ نعم، اذا ما استمر الوضع على حاله فالمديونيه شر لا بد منه، مهم. وبالتالي لا بد من مواكبه التطورات الاقتصاديه بالاستعانه بالاخرين، وهذا مهم. امر عادي. فقط ان يكون المديونيه متجهه باتجاه مثلا نقدر نقول المواضيع اللي هي مواضيع حساسه، مهم. وليس المواضيع اللي ربما من شانها ان تهدر جزء من المال او تؤدي الى نوع من الاسراف في تبذير المال او ما شابه ذلك. مهم. وبالتالي المديونيه تكون مقرونه بمحاربه الفساد. طيب.